فيلمنا بيبدأ بحسين وهو بيصحي علي من النوم علشان يروح المعرض الجديد بتاع علي، وبيقوله ان هو هيسافر يومين اجازة وياخد باله من المعرض وهو مش موجود، وبيروح لصاحبه علاء دكتور التغذية علشان يسافر معاه. وفعلا بيسافروا مع بعض، بس وهم قاعدين بيخشوا 3 بنات بيبقوا شكلهم حلو جدا وبيبقوا عايزين يقعدوا شوية في هدوء، بس علي وصاحبه بيشغلوا اغاني بصوت عالي جدا، فحبيبة بتقوم وبتزعق له، وعلي كمان بيرد عليها وحش وبيقعدوا يتخانقوا. وبعد كده بيشغل بصوت اعلى وبيقعدوا يهزروا ويضحكوا. وبعدها بيوم حبيبة راحت تجيب أكل وعلي كان هناك، وبرضه فضل يرخم عليها. وفي آخر اليوم صحابها بيقولوا لها إنها باين عليها إنها بدأت تعجب بيه. وفي تاني يوم لما بتنزل مش بتلاقيه قاعد، فبتستغرب، بس بعد كده بيجي وهو معاه بنت وبيقعد يرقص معاها، وبيبان عليها إنها اتضايقت وإنها بدأت تغير عليه. ومن كتر ما هي متضايقة بتجيب زلطة وبتضربه بيها في دماغه، فبيروح يعمل لها محضر في القسم، وبيقعد يمثل إن الضربة كانت جامدة وإنه فقد الذاكرة، وبيفضل يذل فيها وبيخليها تترجاه انه يتنازل عن المحضر. وبعد كده بالليل بينزلوا يروحوا كازينو، وحبيبه برضه بتيجي بالصدفه، وكالعاده برضه بيفضل يرخم عليها وبتقوله لو ما بطلتش رخامه هديك بالجزمه. وفعلا بتحاول تخلع الجزمه علشان تضربه بيها، وهو كمان بيساعدها. وبعد كده بيبوسها وهي بتتصدم وبتبقى مش عارفه تعمل ايه او تقول له ايه، وبتخش تقول لصحابها وانها عايزه تنتقم منه بسبب ان هو بسها، وبتروح تحدف عليه الاكل، فبيزعق لها وبيبوسها تاني علشان يضايقها. وكالعاده برضه بتتصدم وبتبقى مش عارفه تقول له ايه. وبعد كده وهو مروح بيلاقيها شاربه جدا ومش هتعرف تسوق، وبيسالها صحابها فين وبتقول له انهم مشيوا، وبيبقى مش قدامه حل غير ان هو اللي يوصلها. وفعلا بياخدها وبيوصلها، وبيبقى مش عارف يطلعها البيت ازاي ويقول للناس ايه او هو مين، وخلاها قدام البيت وخبط وجري علشان محدش يشوفه. وبيبان ان هي اصلا فايقه، بس هي عملت كده علشان تشوف هيعمل معاها ايه، وبتبقى فرحانه جدا. وبعد كده علي بيروح وبيحكي لحسين عن حبيبه، وبيقول له ان هو بدأ يعجب بيها. وبعد كده بتتصل بيه وبتقول له انها عرفت تجيب رقمه من محفظته علشان نسيها عندها في العربيه لما كان بيوصلها، وبتروح تقابله علشان تديله محفظته. وبيفضل برضه يرخم عليها وبيهزقها قدام صحابها، فعلشان ترجع كرامتها قدام صحابها مشيت وراه وخبطت عربيته. وبيروح يعمل لها محضر تاني، وبيقول لها ان المره دي مش هيتنازل عن المحضر غير لما تعترف ان هي معجبه بيه زي ما هو معجب بيها. وفعلا بتقول له انها معجبه بيه، وبيرتبطوا ببعض وبيخرجوا اليوم ده كله مع بعض، وبيعرفوا حاجات اكتر عن بعض، وبيفضلوا خارجين لغايه بالليل. ولما بيجي يروحها بيحس انهم لسه ما شبعوش من بعض، فبتركب وبيكملوا خروج تاني مع بعض. وحتى كمان لما بيروحوا بيفضلوا يتكلموا في التليفون، وبيفضل يقابلها كل يوم، وبيبقى في لحظات سعيده جدا ما بينهم، وبيبان انهم مبسوطين جدا مع بعض. وحبيبه بتبقى شخصيتها غيوره جدا، وبتتخانق معاه علشان مردش عليها في خلال 5 دقايق بس، وكمان علشان كان بيستحمى. وفي يوم بيبقى علي في المعرض مع عميله بتشتري عربيه غاليه جدا، وبتيجي تتخانق معاها علشان فاكراها حبيبته او انه بيخونها معاها، وبتضربها في المعرض وبتفضل تجري وراها، وعلي بيحاول يوقفها فبيضربها. وبعد كده بيعزمها على الغدا بالليل علشان يصالحها، وبيتقدم لها وبيعرض عليها الخطوبه وبتوافق. وبعد كده بيعملوا فرح الخطوبه وبيبداوا يعملوا الشقه بنفسهم لغايه ما بيخلصوها كلها، وكمان بيعملوا العفش بتاع البيت، وبيكون فرحهم خلاص باقي عليه ايام. وفي يوم هو علي مخلص شغله ومروح بيشوف حاجه بتغير له حياته، وهي انه بيشوف ياسمين حبيبته الاولى اللي سابته من سنين وسابته يوم فرحهم، وبيبقى مش عارف هي سابته ليه. وبتفهمه الحقيقه وبتقوله ان قبل فرحهم بشهر بدات تحس بصداع وتعب، ومرضتش تقوله علشان ما يقلقش عليها، وراحت عملت تحاليل والنتيجه طلعت يوم فرحهم. والنتيجه كانت بتقول ان عندها سرطان في المخ، والمفروض تعمل عمليه في خلال اسبوع، ونسبه نجاحها بتبقى شبه مستحيله، وفرصه اصلا انها تعيش ضعيفه جدا. فقررت ان هي تسيبه من غير ما تقوله وتختفي من حياته علشان يعمل حياه جديده، وهي تسافر وتعمل العمليه. والسنتين دي كلها كانت فعلا بتتعالج، ودلوقتي هي خفت بنسبه كبيره من المرض، وباقي نسبه صغيره دلوقتي بتتعالج منها. وبيتعصب عليها انها ليه ما قالتلوش وخبت عليه، وانها خدت القرار ده لوحدها من غير ما ترجع له، وبتحضنه وبيبقى مش عارف يعمل ايه او يقول لها ايه. وفي تاني يوم بيروح معاها للدكتور اللي بيتابع حالتها في مصر، وبيقول لهم ان حالتها بدأت تتطور بشكل كبير جدا في الشفاء، وبيكون فاكر ان علي جوزها، فبياخده على جنب وبيقول له ان المرحلة دي في العلاج العامل النفسي بيكون مهم ومؤثر جدا، يعني لو حالتها النفسية احسن بيكون استجابتها للعلاج اسرع واحسن، ولو حالتها النفسية وحشة او استقبلت صدمة او اي حاجة تزعلها ممكن ترجع لنقطة الصفر من تاني. ولما الدكتور بيمشي ياسمين بتسأله هو في حد في حياته ولا لأ، فبيفتكر كلام الدكتور وبيقول لها ان مفيش حد في حياته، فبتحضنه. ولما بيروح حبيبة بتبعت له وبتقول له ان خلاص البيت خلص وانها فرحانة
فرحانة جدا علشان الفرح قرب وإنها بتحبه جدا، وبيبقى في حيرة ومش عارف يعمل إيه. وبننتقل لحبيبة وهي بتقيس فستان الفرح، وعلي بيجيلها على البيت فبتغير الفستان وبتجيله، وبيقول لها إن جاتله سفرية في الشغل وإنه هيسافر ألمانيا وهيقعد أسبوعين، فهنأجل الفرح لغاية ما أرجع من السفر. وبتقول له خلاص مش مهم، المهم شغلك. فبتسأله هتسافر إمتى؟ فبيقول لها النهاردة. فبتقول له هو يعني انا كده دلوقتي بودعك؟ وفعلا بيحس بالكلمة بجد علشان بيبقى مش عايز ياخد القرار ده، وبتحضنه وبيمشي. وبعد كده بيقضي الأسبوعين دول مع ياسمين، وفي نفس الوقت بيكلم حبيبة وبيطمنها عليه، وبيفضل يخرجها كل يوم وبيبقى معاها على طول علشان حالتها النفسية تبقى أحلى. وبيبان إن حبهم بدأ يتجدد من تاني. وفعلا بعد الأسبوعين ما بيخلصوا بيرجعوا من السفر وبيروح لحبيبة علشان بقاله كتير ما شافهاش. بس وهم قاعدين بيقول لها إن في موقف عايز أخد رأيك فيه، وهي إن كان في واحد صاحبه كان قرب يتجوز، بس حبيبته الأولى ظهرت فجأة علشان ظروف، وحكى لها نفس ظروف ياسمين ومرضها. فقالت له إنه موقف صعب جدا، بس أنا رأيي هيميل لحبيبته الأولى علشان مريضة وعلشان الحب الأول دايما بيكون أقوى. وبتسأله هو حبها قد إيه وحبيبته التانية قعد معاها قد إيه، ولما بيقول لها بتربط المدة بالموقف، فبتعرف إنه بيتكلم عليهم هما، وبتبقى مش مصدقة اللي هو بيقوله. وبتقول أنا خلاص للأسف قلت لك رأيي، وهي إنك تفضل مع حبك الأولاني علشان بيبقى أقوى، وفي نفس الوقت علشان هي مريضة. وبتفهم إنه أجل الفرح علشان كده، بس بيقول لها إن هو مش عايز يسيبها، وإنه قال لها علشان تساعده، بس أكيد بترفض وبتسيبه وبتمشي. وبيروح كذا مرة يقابلها علشان يغير فكرتها، وكل مرة بتكسفه وبترفض. وبيكلم أبوها وصحابها على أمل إن هم يكلموها، بس برضه بيكون من غير فايدة. وبتبعت له ريكورد وبتقول له بلاش تتعب نفسك وتكلم حد علشان أنا مش هرجع لك غير في حالة واحدة بس، وهي إنك تسيبها وفرحنا يكون الأسبوع ده، وغير كده مش هرجع خالص. وساعتها بيكلم ياسمين وبيقول لها إنها تاخد الدواء وبيطمن عليها، ومعنى كده برضه إنه مش هيسيبها علشان ما ينفعش يسيبها في الوقت ده. وبيفضل جنب ياسمين فعلا وبيساعدها في فترة علاجها. وحبيبة بتروح لدكتور ياسمين علشان تتأكد فعلا من مرضها، والدكتور أكد لها وبيقول لها إن جوزها واخد باله منها علشان الدكتور بيبقى فاكر إنهم متجوزين. وبتتصدم لما بتعرف إنهم كمان اتجوزوا، وبتروح علشان تواجهه وبتهزقه إنه كدب عليها وما قالهاش إن هم اتجوزوا، بس بيقول لها إن هم ما اتجوزوش وإنها فاهمة غلط. بس وهو بيتكلم بتتعب وبتخش الحمام وبتبقى تعبانة ومنهارة من العياط. وياسمين بتيجي لعلي علشان كان بينهم مقابلة، وبتقول له إنها جابت شمع للحمام وراحت علشان تحطه. وبيبقى مصدوم علشان لو شافت حبيبة هتتصدم وممكن ترجع لنقطة الصفر من تاني. بس لما بتخش تحط الشمع ما بيكونش في حد موجود، وبتخرج لغاية ما علي يخلص لبس. ولما بيخش الحمام بيلاقيها استخبت علشان ما تصدمش ياسمين وتجرح مشاعرها زي ما هو جرحها، وبتسيبه وبتمشي. وبيطلع وراها علشان يفهمها انه فعلا بيحبها وعايزها، وان ده موقف انساني بس هو بيعمله، وانهم ما اتجوزوش. بس اكيد برضه بترفض تسمعه وبتمشي. وصحابها لما بيشوفوا انها متضايقة كده بيبعتوا لياسمين رسالة وبيقولوا لها ان علي كان هيتجوز حبيبة قبل ما هي ترجع من السفر. وبتروح تواجهه بالكلام ده وبيقول لها ان ايوه فعلا كلامهم صح. وبتسأله هي لما ظهرت فضل يحبها ولا لأ، بس مردش عليها. وبتعرف ان هو مبقاش يحبها وانها بس صعبانة عليه، وبتقوله ان هي هتحل الموقف ده. وبتروح تواجه حبيبة وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض، وكل واحد بيقول وجهة نظره للتاني. بس في الاخر حبيبة بتقول لها انت جاية ليه اصلا بعد ما اتجوزتوا؟ وهنا ياسمين بتسكت ومش بترضى تقول لها حاجة علشان تفضل فاكرة انهم متجوزين وتبعد عنه، وبتسيبها وبتمشي. وبعد فترة ياسمين بتروح لمقابلة مع دكتور وبيقول لها انها خفت تماما وما بقاش موجود نسبة 1% لأي مرض، وانها رجعت طبيعية تماما. وبتروح تقول لعلي وبيبقى فرحان جدا. وبعد فترة علي حالته بتسوء كل مدة وبقى مش قادر انه ينسى حبيبة، وبيروح علشان يقابل ياسمين وكان متردد جدا بس بيبقى مش قدامه حل تاني. وبيقول لها انه كان مأجل كلام كتير قوي لغاية ما تخف، وانها دلوقتي خلاص خفت، وانه بيحاول ما يقولهاش الكلام ده بس مش عارف يكمل كده. وبيحضنها وبيقول لها الحمد لله على سلامتك، ربنا يوفقك في حياتك. واكيد طبعا بتتصدم وبتعيط. وبتقرر ان هي تسافر وبتبعت لحبيبة وبتقول لها ان علي فعلا بيحبها وانهم ما اتجوزوش، بس الدكتور هو اللي كان فاهم غلط، وانه كان جنبها بس علشان المرض مش اكتر، لكن بيحبها هي، وانها مش هتبقى موجودة تاني علشان هتسافر. ولما بتسمع كده بتعيط من كتر الفرحة، وبتروح له وبتقول له انها فهمت كل حاجة، وبيسامحوا بعض وبيرجعوا لبعض.
وبتبقى حياته رجعت للأحسن من تاني، وبيتجوزوا وبيخلفوا وبيبقوا عايشين مع بعض حياة سعيدة. وبس كده فيلمنا يكون خلص. فياريت لو الفيلم أو الملخص عجبك تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان لما انزل الأفلام الجديدة يجيلك إشعار بيها. ودي الفيديوهات اللي عندي في القناة، وياريت تشوف آخر فيديوهات عشان مش واخدين حقهم خالص يعني. وبس كده، أشوفكم في فيلم جديد ويلا سلام.